بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنكمل في الموضوع اللي كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت، موضوع الإدمان الجنسي. وإحنا كنا قلنا الفرق بين الشهية والشهوة تحصل إزاي وتتكون إزاي لما نستخدم الجنس عشان نخفف ألم العزلة أو الوحدة أو الخوف أو التوتر أو القلق أو الهروب من الآلام وضغوط الحياة أو أسلوب لمواجهة المشاكل. إحنا كده بنخلق نظام لشهية غير طبيعية مبالغ فيها، والموضوع بياخد بعد تاني بدل الشهية الطبيعية اللي ربنا خلقها، بياخد بعد تخدير النفس وإطفاء الألم وإطفاء المشاعر. وبصراحة كده لما بنطفي مشاعر الألم بسلوك إدماني، إحنا مش بنطفي الألم بس، إحنا بنطفي الشغف، نطفي المرح، نطفي الحماس، نطفي البهجة، نطفي الحيوية الطبيعية، نطفي العلاقات الحميمة والدافية والعلاقات الروحانية اللي موجودة في الحياة. بالظبط زي كده لما يكون واحد حاسس بالبرد شوية وقال أنا عايز أطفي المروحة، فروح يفصل السكينة العمومي بتاع البيت فيطفي المروحة والنور والتلاجة والمكوى والسخان وكل الكهرباء اللي في البيت. فاحنا كده مش بنطفي بس الألم، يعني مفيش انتقاء للمشاعر اللي هنطفيها. أنا لما بخدر المشاعر المؤلمة عشان ما أحسش بيها، بخدر معاها المشاعر الإيجابية اللي ممكن توديني لله وتوديني لعلاقات صحية وتوديني لممارسة المسؤوليات الحياتية. فهنا الموضوع خد بعد تاني، خدش مجرد النشوة أو الفرح أو المرح، لا، خد التخدير والإطفاء والغلق على الحياة، ثم صبغ الحياة كلها بصبغة جنسية وعدم الالتفات للحياة والانهماك والإفراط في الناحية دي، وقت الناحية دي تمتلك الإنسان مش الإنسان هو اللي بيستخدمها. باتريك كارينز كان أجرى دراسة على عدد من الأفراد مدمني الجنس، كان عددهم حوالي 600 فرد، فدرس تاريخهم السابق على إدمانهم الجنسي، فلقى إن منهم 81% تعرضوا لانتهاكات جنسية تم التحرش بيهم أو الإيذاء الجنسي بأي شكل من الأشكال، و73% منهم تعرضوا لانتهاكات جسدية، ضرب أو إهانة أو عنف جسدي، لكن 90% منهم كان تعرض لانتهاكات نفسية أو وجدانية، إهمال، هجر، ترك، رفض، حرمان نفسي، مخدش حب، مخدش حنان، مخدش تقدير، محصلش على تشجيع أو أهين، اتشتم، اتقال له ألفاظ صعبة، توصم، اتصنف، تعزل، تعامل معاملة نفسية سيئة أو معنوية سيئة. الدايرة الإدمانية بتشتغل إزاي؟ في محاولة للهروب من ألم أساسي، انشغال بالسلوك الجنسي، يعقبها خزي ويأس وألم إضافي ترجعنا تاني ألم، ممارسة، خزي ويأس، ألم زيادة، ممارسة، خزي ويأس، تبتدي الدايرة تلف ونرجع لنقطة الصفر ونلف تاني. الدايرة الإدمانية بتاخد أشكالها الأربعة: الانشغال، ثم ممارسة طقوس معينة لإشعال الإحساس الجنسي، ثم ممارسة السلوك الجنسي القهري، ثم خزي ويأس وألم نفسي إضافي. الانشغال معناه إيه؟ إن الحياة كلها مركزة في هذا الاتجاه، فابتدي الإنسان يتذكر أحداث ماضية أو يعني يحاول يصطاد من الحاضر أهداف جنسية ويفكر فيها عشان يشعل الأحاسيس الجنسية اللي عنده، أو يخلق خيالات وأفلام وسيناريوهات هو اللي ألفها وهو اللي أخرجها وهو اللي بطلها وهو اللي موجود فيها. يعني مفيش مادة إثارة، هنعمل مادة جديدة من التأليف الذاتي أو التأليف الشخصي والإنسان يبتدي ينهمك فيها. ففي انشغال زايد عن الحد الطبيعي بيستهلك اليوم والوقت كله، لدرجة إن كل عابر أو عابرة بيتحول إلى هدف جنسي يختاره عشان يشتغل عليه في دماغه أو يتحرش بيه أو يتلصص واستراق النظر فيه. يبتدي فكرة الطقوس إنه يروح للمحلات التجارية اللي بتبيع المجلات أو الشرايط، زمان دلوقتي بقت متاحة وأسهل من خلال الموبايل والإنترنت، أو المارة في الشارع والعابرين. الإنسان يبتدي ينظر ويختار أهداف، أو قد يختار العاملين بالجنس التجاري اصطيادهم أو عمل علاقات معهم، أو يختار زباينه أو عملائه من الإنترنت وبالاتصالات التليفونية سواء عشوائية أو متعمدة. بعد كده ممارسة السلوك القهري. يعني إيه قهري؟ قهري يعني يتعارض مع قيم عليا ذات مكانة رفيعة عند الإنسان، ومع ذلك بيكسر القيم العليا وهو غير راغب في الممارسة لكن غير قادر على التوقف، يعني out of control، مش تحت التحكم ولا السيطرة على الإطلاق. بعد كده يجيب قاع الخزي وقاع الألم وقاع الإحساس بالعار، فابتدي يكرر السلوك تاني عشان يطفي مشاعر الألم والخزي والعار وجلد النفس ولوم الذات. في البداية الممارسة دي بتبقى المصدر الوحيد للمتعة، بس بعد شوية
بتفقد فعاليتها، ما بتبقاش ممتعه، بتبقى ممله، بتبقى جافه، الانسان ما بيشبعش منها، يبتدي يدور على مستويات اخرى ما يشبعش منها، فبتطرحه في الاكتئاب. انت عملت كل حاجه ومش شبعان، عملت كل حاجه ومفيش فرق، وبعدين يشعر اكتئاب اكتر ويأس اكتر وخزي اكتر وجوع اكتر، ثم تباعد اكتر عن الحميميه الحقيقيه والدفء الاجتماعي الحقيقي، والعلاقات الحقيقيه بقت كلها علاقات مزيفه تاخد وقتها وتمضي دون ان تشبع الانسان. فاللي كان بيظن انه حل بقى مشكله، هو بقى المتحكم، هو المسيطر، انا اللي بقيت عبد للسلوك، مش السلوك اللي بيحسن مزاجي او يحل لي مشاكلي او يحسن ويعمل جوده في حياتي. حبينا نلخص اللي فات كده ببساطه. اولا رغبه طاغيه، بعدين الممارسه واستمرار الشعور بالرضا، الشعور بالقهريه والتكرار القهري، صبغ الحياه كلها بالصبغه الجنسيه والممارسات دي، الافراط والزياده دون شبع، استمرار تناقص الشعور بالشبع، ظهور الالم وتصعيد الالم وزياده الالم وزياده الكآبه اكثر جدا من البدايه، بقى في مشكله جديده زائد المشاكل القديمه اللي هي جذور السلوك الادماني. فقدان القدره تماما على التحكم وفقدان السيطرة تماما، فقدان القدرة على التواصل مع الآخرين، مفيش علاقات، مفيش عيلة، مفيش مجتمع، مفيش واجبات، مفيش روحيات، مفيش كنيسة، مفيش كتاب مقدس، مفيش مذاكرة، مفيش تحصيل علمي، مفيش تركيز، مفيش نجاح في العمل، مفيش قدرة على الأداء، مفيش صحيان بدري، بنام متأخر، مش عارف أنام أصلا. فالحياة ابتدت تختل، والفقدان للعمل، فقدان للعلاقات، ما عدتش أصحى أصلي، أقعد أذاكر، أطلع اشتري الطلبات، ابتدي اعمل واجباتي ثم انام وارتاح. ده ما عادش موجود، الحياه بقت خلاص مبهدله ومش مترتبه. احيانا يبقى في انكار، انا ما عنديش مشكله، الانكار ضروره للاستمرار. في حد بينكر هو مش عارف ان عنده مشكله، لك ايه المشكله؟ انا بستمتع، انا ما ظلمتش حد، انا مع نفسي، انا ضريت مين؟ ان كان شفت منظر ولا اتمتعت ولا مارست سلوك معين مع نفسي، انا طالما ما باذيش حد انا تمام. وانا ايه اللي ناقص؟ ما انا بعمل كل حاجه في الحياه. هو غير مدرك انه عمال ينجرف والسلوك بيسيطر على الحياه، بقى هو اللي بياخد كل طاقه الانسان وبيوجه كل وقته وطاقته ليه، بقى الاسلوب الاساسي في مواجهه ضغوط والام الحياه. وهنا ينتهي الاستمتاع ويستمر ويتصاعد الالم والخزي والعار والاكتئاب. هنا عشان نشخصه كادمان هنلاحظ في ايه؟ التحمل او زياده الجرعه. في الاول كان مجرد تفكير، بعدين بقى النظر في المرة في الشارع، بعدين بقى التلصص وتعمد النظر والذهاب إلى الأماكن اللي فيها زحام، وربما تصاعد إلى التلامس في الأماكن الزحمة، ثم التلامس المتعمد في أماكن أخرى، ثم الاعتداء ربما على الأشخاص، بعد كده الجلوس على الموبايل أو شبكة الإنترنت وتخصيص وقت وزيادة تخصيص هذا الوقت. الاول كان 5 دقائق، في ربع ساعه، في نص، بقى الليله كلها للصبح، وتاني يوم ما اروحش الشغل ممكن يطبق يومين. وبعدين في تصعيد في النوعيه، في الاول كان بيشوف حاجات عاديه، بعدين بيشوف حاجات مبالغ فيها في العنف ودمويه مازوخيه وساديه، او طرق شاذه جدا او غير طبيعيه، او حتى حاجات شديده الشر وشديده الايذاء. كل ما يحاول يبطل يبقى في فقدان سيطره ومش قادر يبطل، وفي وقت بيتقضي عشان يبطل فيه، وبعد كده ينتكس تاني ويبقى الموضوع صعب. لما يبطل يحصل توتر وضيق واعراض الانسحاب تظهر، وقلق وعدم نوم واضطرابات في الاكل واضطرابات في العلاقات، يبقى مقريف ومزاجه يعني مضطرب ومش عارف يتعامل مع الاخرين، لدرجه تصل الى عدم تخيل الحياه بدون هذا السلوك، اعتماديه كامله، أنا عايش من أجل هذا السلوك وبمارس هذا السلوك لكي أعيش. ثم الاستمرار على الرغم من المخاطر والعواقب والأضرار، وعلى الرغم من الوعي بها. ربما في البداية في إنكار، لكن بعد كده أنا واعي بالأضرار بس مش عارف أبطل برضه. إيه البيئة المحفزة لنمو الإدمان؟ بيئة مليانة ضغوط، بيئة فيها صراعات، بيئة ما فيهاش علاقات دافية، بيئة تخلو من العلاقات الصحية، بيئة غير داعمة، بيئة لا تقبل فرد، بيئة لا تتيح له التعبير الحر عن مشاعره وتقبل مشاعره كما هي، بيئة مش مساندة، بيئة منتهكة، بيئة مؤذية، بيئة بتلوم وتوصم وتوبخ وتقسو، بيئة بتتباعد وتتجاهل وتلفظ وتنفر وتطرد أشخاص بعيد منها. البيئة دي بيئة خطرة ومحفزة للإدمان، بيئة فيها مدمنين سابقين، بيئة فيها انتهاكات، بيئة بتتكلم في هذا الأمر وبتعدي، والأشخاص للأسف الشديد شخص يعدي شخص، شخص يفرج عمدا شخص تاني، بص هبعت لك فيديو، هبعت لك صور، ليه؟ هو مش عايز، هو ما طلبش منك. ويل لمن تأتي من قبله العثرات. انت أخطأت، ما تساعدش غيرك على الخطأ. انت انزلقت في مجال انت تعتقد انه ممتع، بعد شوية تكتشف انه هو مؤذي ليك
ما تخليش حد تاني يتورط معاك. الإيذاء اللي بتأذيه لحد ممكن يحوله مستقبلا إلى مدمن جنسي، فما تأذيش حد. لو أنت وقعت اجري على توبتك واجري على علاجك. الملل وزيادة وقت الفراغ من الأشياء الضاغطة التي تقود إلى الانخراط في هذا الإدمان وهذا السلوك. غياب الروحانية والعلاقة مع الله، غياب التأمل، غياب التفكير والقراءة والكتب والفلسفة والفكر، غياب المصادر النقية للتعليم الجنسي اللي بيعلمني بعفة، غياب الوعي عن الحياة الطهارة. مفروض يبقى لنا معرفة بسير القديسين التائبين، مفروض نقرأ سيرة الأنبا موسى الأسود، مفروض نعرف القديسة مريم المصرية والقديسة تائيس والقديسة بائيسة والقديسات والقديسين التائبين اللي كانوا في أقصى درجات الانحراف والخطية ثم صاروا في قامات عالية قديسين ورهبان وسواح أيضا. من الأشياء الخطرة الاعتداءات الجنسية في السن المبكر وزيادة الاعتداء أو استمرار الاعتداء لفترات طويلة أو زيادة تكراره، وخصوصا لو كان من الأقارب أو مصادر الحماية أو الأسرة تبقى هي اللي منتهكة. وأيضا التعرض لمناظر أو مناظر مثيرة منذ الصغر. الزيادة الصعبة والخطورة الصعبة في جيلنا الحالي انتشار الإنترنت، بقت متاحة ومباحة وسهلة وسرية ومتعددة ترضي كل الأذواق ومتنوعة، أرخص من الإدمانات الأخرى. الواحد بيشحن باقة النت شهر كله يقعد عليه، معاه باقة بتمشيه شهر كله، كمان محدش عارف هو بيشوف ايه ويعمل ايه، بابه مقفول عليه، ومتاحة في أي وقت، صبح نص ليل، مش محتاج ياخد مواصلات ويروح يجيب مادته الإدمانية دي. المادة في الجيب، بعد شوية المادة بتبقى في الذهن وفي الخيال، ويشغل الخيال والمادة موجودة جوه، بيشغل الأفلام المختزنة في الذاكرة ثم يضيف عليها تأليف أفلام جديدة، والمادة تختزن داخل النفس وخروجها بيبقى صعب ومحتاج رحلة علاجية طويلة. الإدمان بياخد يعني أشكال مختلفة وممارسات مع النفس زي العادة السرية أو جنس بالتراضي أو بالأجر التجاري أو بالحيلة أو بالعنف أو مجرد المناظر والمواقع الإلكترونية أو العلاقات التليفونية الفاحشة أو تذكر أحداث ماضية. بعد كده بتظهر حاجات انحرافات زي التعلق بالأثر أو التعلق بالأشياء، يعني ممكن بعض الملابس أو الأحذية أو الإكسسوار النسائي يصير هو في حد ذاته مصدر إثارة، أو كوفية، شال، جاكيت، كرافتة، يعني ملابس رجالي تصير مصدر إثارة. فالإنسان بقى يصار ليس فقط من الأشخاص ولكن أيضا من المتعلقات والأدوات، سموها التعلق بالأثر أو الفاتيشيزم. وبعد كده بيحصل انحرافات متعددة كتيرة زي البيدوفيليا أو البارافيليا. بيدوفيليا هو الاعتداء على الأطفال وعشق الأطفال والإثارة مع الأطفال فقط، ربما مع البالغين لا توجد هذه الإثارة. وأيضا البهمية أو الممارسات الشاذة بكل أنواعها، أو الشذوذ والمثلية والعلاقات اللي مع نفس الجنس، أو الجنس مع الغرباء المجهولين فقط، أما المعروفين فلا يمثلوا مصدر إثارة، أو العنيف الفسادية وممارسة إيذاء بدني وقهر للشخص الشريك الجنسي، أو المازوخية، تقبل والتلذذ بالألم من الشريك الجنسي. فتظهر اضطرابات متعددة وأشكال متعددة في انحرافات جنسية نتيجة هذا الإدمان وتصعيده وتغير المستويات اللي بيدخل فيها الإنسان. برضو من الانحرافات في الافتضاحية أو التعري أو إظهار أعضاء الجسم، إظهار النفس للآخرين بغرض الإثارة، بيكتفي الشخص بهذا الأمر، وده نوع من الانحراف. كمان التلصص واستراق النظر والاختلاس النظر، سواء الجيران أو الناس المارة، برضو المحارم وداخل العائلة وداخل الأسرة والعلاقات المحرمة، والتجاوز وخرق الخصوصية واستغلال المهنة كسيطرة، مدرس وطالب، طبيب ومريض، زملاء في العمل، حد تحت سلطة حد بيشتغل عنده، قد يصل الأمر إلى استغلال الوضع أو استغلال السلطة للوصول إلى أهداف جنسية أيضا. وقد يصل الإدمان إلى التورط في الجرائم الجنسية أيضا، اللي ممكن يبقى فيها تحرش أو اعتداء أو اغتصاب أو بالقهر، وقد تصل إلى القتل أيضا، مع الابتزاز والسرقة واستغلال الشخص الآخر. قد يكون هناك بعض المعتقدات اللي بتساعد على زيادة الإدمان الجنسي أو نشوء الإدمان الجنسي لدى مدمن الجنس. مثلا يقول أنا شخص سيء، غير محبوب، مفيش مميزات، مش ممكن حد يحبني، فالصورة الذاتية شوية فيها مشكلة، شايف نفسي بنظر لها بدونية، مش بشجعها، مش بحتويها، مش بدعمها، علاقتي بنفسي غير حافزية أساسا، فبنخرط في سلوك إدماني واستسهل ده لأن مش عارف أساعد نفسي. برضو يقول أنا لا أستطيع الاعتماد على أحد، محدش يقدر يسدد احتياجي، محدش يقدر يساعدني، ده مش موجود في الحياة. يعتقد أن الحياة تخلو ممن يمكن أن يساعدها، ويعتقد أيضا أن أعمق احتياج لي في الحياة والوجود هو الجنس. لا، أنا محتاج الحب، ولكنه يجنسن ويتحول إلى ممارسات أو علاقات أو إدمانات جنسية. المعتقدات دي قد تنشأ من الإهمال في الطفولة،
فتهيئ الإنسان أن يبقى في المستقبل مدمن جنسي. ناخد بالنا من الرعاية النفسية والوجدانية لأولادنا، وحبهم وتقديرهم وتشجيعهم، وعدم الإساءة والانتهاك والضرب والإهانات، لأنه كده أنا بهيئه أن يبقى مادة خام خصبة جاهز للانخراط في أي سلوك إدماني لما يكبر. كمان بتخلي الإنسان مع أول تلامس لنشوة ينخرط فيها ويعتبرها الملجأ الآمن ليه، ويهمل حياته، لأنه هو لو رجع ما عندوش غير رصيد من الآلام النفسية، هو مش عايز يرجع لده. الإنسان لما يبقى عنده خبرات ومهارات وعلاقات جيدة، اختبر نشوة معينة هو عنده لذة الحب ولذة التشجيع ولذة الإنجاز ولذة الإحساس بالاهتمام والتقدير وأحاسيس جميلة وعلاقات جميلة، فحتى لو اختبر نشوة في حتة معينة عنده فرح وعنده أحاسيس جميلة في حتة تانية، مش محتاج ينخرط أو يغرق أو يدفن في السلوك الإدماني. في آثار نفسية بتترتب على السلوك الإدماني أو الإدمان الجنسي، زي الإنكار للهروب من الألم النفسي، فصل الوعي اللي هو التخدير أو الخدر النفسي، أو الخوف والأحلام المزعجة. في آثار طويلة المدى، الاكتئاب، شعور باليأس، احتقار الذات، كراهية والعدوانية، الشك والقلق، شعور بالعار، وقد يكون هناك اضطرابات شخصية أو أمراض نفسية أيضا نتيجة الإفراط في السلوك الإدماني وطول المدة. ربنا هو اللي يدينا قوة التعافي، له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.